يعني ربما الجميع مسرورين وفرحانين بهذه المشاهد الطبيعية الرائعة وهاي الخدمات الجديدة، إلا أنه يشهد الله عندما دخلت أنا إلى الحديقة أدمعت عيوني. أدمعت لسبب أنه ليش العراقيين محرومين كل هذا الحرمان، وليش البغداديين بالذات. يعني إحنا العراق، هذه بغداد ما تستحق أنه شوف الناس أباوع الناس محرومة يعني بهالكثافة وباكر دوام رسمي، يعني ما مصدقين أنه انفتح هيك متنزه متنفس الناس لهموم الناس. أني أناشد كل شريف، أناشد كل طيب. الطيب والشريف إلى أناشده مو فقط السياسي ولا فقط الحكومة، بل حتى المواطن، حتى المهندس، حتى الموظف البسيط، حتى الإنسان العادي بالمجتمع، أن يرحم العراق، أن يرحم بغداد، أن يخلي الناس تعيش. يا أخي الصين 40 سنة قلبت واقعها تماما من فقر مدقع إلى أكبر بلد اقتصادي بالعالم. الإمارات خلال 10 سنوات قلبت واقعها كله، تمردت على الواقع. يعني كانت صحراء قاحلة، الآن أصبحت أفضل بلد بالشرق الأوسط. إحنا العراق ما ينقصنا شيء، بغداد ما ينقصها شيء، خيراتنا هواي، الله ناعم علينا بهواي خيرات. يا أخي يا شرفاء، يا ناس، يا عراقيين، ديروا بالكم على العراق وعلى هاي الناس الطيبة. الناس اللي ما تحت الإقليم يعانون من النقص في وسائل الترفيه عموما، كأماكن، سينمات، مسارح، وسائل تطوير قابليات وإمكانيات تمس الأطفال وتمس الشباب. فلذلك أي مكان جديد يوفر متنفس للرفاهية والاستمتاع والتنفيس عن الجو العام المكبوت المليء بالتلوث والمليء بالغلاء والمليء بالمآسي اليومية اللي تعيشها الظروف السياسية اللي يمر بها البلد، هو مرحب به طبعا بالتأكيد طبعا. احنا معظمنا يعني زاير دول وزاير الإقليم، نلاحظ مستوى الأماكن اللي بيها ترفيه ايش قد مستواها عالي، والصرف على تنفيذ منشآت داخل هذه الأماكن الترفيهية يدل على أنه العالم يهتم بنفسية المواطن اللي يحتاج إلى ترفيه من كل الأنواع. خصوصا هذا المكان قديم، أنا طفل جاي به كان يتمتع بمزايا أكثر من الموجود حاليا. كان فيها كازينوهات ومطاعم ومرافق أخرى بسيطة، ولكن كانت هي من الأماكن القليلة اللي في بغداد اللي بيها متنفس أخضر لمواطنين بغداد. يعني كانت هي مجرد بغداد حتى قبل الزوراء، فهي وحدائق السكك اللي كانت مكان بحديقة حيوانات بسيطة وألعاب للأطفال وألعاب للكبار. فلذلك أكيد هو يوفر فرص عمل، والناس هنا طبعا تكون يعني تستقبل هذه الأماكن بترحاب عالي. وأكيد يعني اليوم جيت دا أشوف عدد الناس، يعني عدد مقبول جدا إنه يكون بهذا الحجم، الكل متوجه لهذا المكان للاطلاع عليه. والله مبادرة حلوة، ويعني أكثر العالم بدت يعني تشوف يعني تجمهر، يعني كانت ناس محرومة وناس يعني تشوفها مختنقة، بس الحمد لله والشكر يعني خطوة إيجابية. ونشكر العتبة اللي بادرت بهاي المبادرة الحلوة، وكانت أصلا هاي الساحة يعني حتى عليها نظرة مو حلوة، بس تغيرت، يعني صارت عائلية، صارت لمة حلوة، صارت مجتمع واحد الناس، وخطوة كلش إيجابية. أحسنت، يعني خطوة إيجابية، وإحنا نتمنى يصير بهواي أماكن. اكو اماكن يعني مهموله، فهاي اماكن كان هذا المكان هم مهمول، فالحمد لله يعني شلون رجعت له الحياه الطبيعيه، وصار شلون قلب العاصمه بغداد. فهذا الشيء ايجابي، ونشكر العتبه مره ثانيه، وخطوه ايجابيه ان شاء الله.